أهلا بكم إلى أبرز حصاد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العام 2023، وكل عام وأنتم بخير. مشاركة وفد بلادنا في اجتماعات الدورة 43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالقاهرة، والمؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض برئاسة الوزير محمد سعيد الزعوري، وخلالهما أكد معاليه على إنجاز إصدار قاموس لغة الإشارة المحلي لذوي الإعاقة، وخطورة استمرار تهديد الحوثي لخطوط الملاحة الدولية. مشاركة الوزير الزعوري في لقاء مع نائب رئيس البنك الدولي بمراكش لبحث سبل دعم برامج الحماية الاجتماعية في بلادنا. الوزير الزعوري يشارك في الملتقى العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة، ويطلع على التجربة التونسية في مجال رعاية وتأهيل المعاقين. الوزير الزعوري يستعرض أمام السفراء الأوروبيين جهود الوزارة والمنظمات الدولية العاملة في بلادنا، ويحذر من خطورة استمرار بقاء مقارها الرئيسية في صنعاء المحتلة من الحوثي. الدكتور الزعوري يدشن منتدى تضامن للتنمية، ويزور منظمات المجتمع المدني بمحافظة حضرموت وصندوق الرعاية ودار الأيتام بالمكلا.